صباح الفل عليكم. كنت قبل كده وريتكم ازاي تعملوا السردين على الطريقة الاسكندراني الاصلي، وبعد كده رجعت عملت لكم طريقة تانية للسردين من اختراعي. وكمان كنت وريتكم ازاي تقدروا تشيلوا الشوك من السردين وتحولوه لسردين فيليه. لو عايزين تشوفوا كل الحاجات دي بالتفصيل هسيب لكم الفيديوهات في اول كومنت، او اكتبوا هاشتاج وصفات اكل مع الشيف يحيى نبيل، هتلاقوا كل حاجة بالتفصيل. النهارده بقى جاي اوريكم طريقة تالتة لعمل السردين برضو من اختراعي، بس حاجة ايه تحفة. اسمعوا الصوت، يلا بينا نشوف. هنلفها برضو بس بتنجان بس، مش بتنجان وبطاطس. ادي السردين اهو هنلفه عادي، بس ايه بتنجان بس كده اهو. تمام. اول حاجه الصلصه بتاعتنا اللي هنبقى عاملينها صلصه عادي فيها، بس فيها توم وكمون عشان تليق على السمك. طماطم مضروبه في الخلاط مع معلقتين ايه صلصه، ملح وتوم وكمون. بدل ما حشيناها هي نفسها بطاطس بيري، المره دي جبنا بطاطس مقليه حمرناها عادي بالشكل ده، وهنحطها كده نصها في كل الطاجن. وبعدين بعد ما حطينا البطاطس المحمره هنبتدي بقى ايه نحط السردين بتاعنا نرصه، وهنرصه نايم كده. السردين اللي محشي بتنجان مقلي. الله على الجمال والروعه. الاكل ده يا جماعه فن ومزاج واحلى حاجه في الدنيا. دلوقتي بقى رصينا السردين بتاعنا الحلو، هنعمل ايه؟ هقول لك انا بقى هنعمل ايه. هنديها بقى ايه تاتش يوناني، شويه زيتون، شويه بقى فلفل حامي متقطع، شرايح ليمون، وعصره ليمون، وشويه زيت زيتون. وفي الاخر بقى بالصلصه الباقيه كده ايه نديها دهنه خفيفه عشان تتفاعل مع بعضيها. ثم ندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة من فوق وتحت لمدة ربع ساعة، لان الطماطم متسبكة وكله جاهز والسردين ما بياخدش اي حاجة. ونشوف العظمة مع بعض. باي باي. وادي يا جماعة بقى بعد ما خلصت طبعا الريحة ما اقولكوش. بص بقى تاخد حتة كده ايه سردين اللي هي ايه محشي بالايه بالبتنجان، تحطها كده وايه بطاطس محمرة، والغرقانة بقى ايه في الصوص دي تحت اهي كده. نحط بقى كده ليمونة وزيتونة. بقى الصوص ده بقى شايف الصوص ده بقى عايز عيش، ده بيبقى اخد طعم السردين كله بقى. تعالى نشوف الجمال ده. بص بقى كده نمسك بقى كده، بص بقى حشية بالبتنجان، تاخد عليها بطاطساية، شوية صلصة، فلفلاية، يلا بقى ندوق بسم الله.